الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. حيا المشاهدين. نستكمل شيخنا سلسلتنا في أعمال القلوب، واليوم بإذن الله نتكلم عن التقوى، وكما قيل في التقوى أنها خير زاد للآخرة، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى منبع الفضائل ومستودع الشمائل. بداية شيخنا، عرف لنا أو تعريف التقوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم ما أشارت إليه آيات الكتاب الكريم من مفردات ومن مفاهيم هو مفردة التقوى ومفهوم التقوى، حيث وردت هذه المفردة فيما نحن فيه تحديدا في المعنى الذي نتكلم عنه، في معنى التقوى، وردت 239 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال لو أراد الإنسان أن يستوعب التقوى في كتاب الله يمر بكل هذه الآيات، يمر بآيات التقوى في كتاب الله، فسيجد فيها كل هذه المعاني التي إن شاء الله سنتناولها في هذه الحلقة. وبالتالي نحن إن شاء الله في مثل هذه البرامج نعطي المفاتيح، ولكن سيجد الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى التفصيل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيان ولما أجمل من كلام. التقوى في كتاب الله تعتبر من القيم العظيمة التي أو الغايات الكبرى التي ينشدها الشارع، الغايات الكبرى التي ينشدها الشارع. وربما هنالك يعني برنامج أنا قبل هذا تناولت فيه غايات القرآن الكريم، ومنها غاية التقوى، يعني هي من الغايات الكبرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل العبادات في كتاب الله عز وجل مقصدها وغايتها التقوى، يعني كافة أشكال التعبد من شعائر ومن أوامر الغاية فيها أن نكون أتقياء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فإذا بلغ الإنسان مقام التقوى جره ذلك أيضا إلى مقام آخر، وهو مقام الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا أنت تعبد الله لتتقيه، وتتقي الله عز وجل لتشكره. فتلاحظ هذه المقامات كلها مرتبطة ببعضها البعض. والتقوى من ناحية اللغة، ونحن الآن نتكلم عنه، والله القرآن الكريم حث على التقوى وأمر بها وكذا، يعني ما هو هذا المعنى؟ ما هو هذا المعنى؟ طبعا القرآن نزل بلغة العرب، لكن لغة العرب ليست حاكمة على القرآن، القرآن حاكم على اللغة. صحيح. وعلى يعني هو الذي يكيف معانيه، هو الذي يكيف. صحيح أنه جاء بلغة العرب، ولا بد من المعنى العربي أن يتضمن شيء في المصطلح القرآني. فالتقوى مثلا في لغة العرب كانت تعني المنع أو الوقاية، فيقال مثلا التقي للتقي ملجم، التقي ملجم، فكأنما ممنوع من الكلام أو حابس نفسه عن الكلام. فكل شخص يجعل وقاية بين شيء يكرهه فإنه يسمى متقيا، يسمى تقيا. طيب، هذا في المعنى اللغوي. المعنى الشرعي لا يخرج كثيرا عن هذا الأمر، ولكنه يلبسه، يأخذ المعنى اللغوي ويلبسه اللبوس الشرعي.
كما أن الصلاة لها معنى، التقوى أيضا هنا لها معنى. نلاحظ مثلا التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه وسخطه وقاية. فمثلا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله، بينكم وبين غضب الله، بينكم وبين سخط الله وقاية ولو بشق تمرة. شيء بسيط. لاحظ شق التمرة لكنه عمل صالح. فهنا نلاحظ أن التقوى هي الأعمال الصالحة، سواء كانت أفعال يفعلها الإنسان فتكون عملا صالحا، أو كانت محرمات يجتنبها الإنسان فيكون تاركا لما هو محرم، فيكون بذلك قد وضع بينه وبين عذاب الله وبينه وبين النار وقاية. فباختصار موضوع التقوى في شرع الله سبحانه وتعالى هو هذا المفهوم الذي أشرت إليه. ثم تكلم حقيقة بعد ذلك أيضا القرآن الكريم في أنه يجعل التقوى في مقابل العدوان. إذا مشينا بمعنى أدق ما هي التقوى؟ ستلاحظ بأن الإثم في مقابل البر والتقوى في مقابل العدوان. أين ذلك؟ الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فهنا ذكر لنا أمران: بر وتقوى. وهنا في مغايرة واضحة إنه البر ليس هو التقوى، في فرق بينهم، في فرق واضح. إنه بمعنى الواو هذه جاءت لتبين لنا أن هنالك تقوى وهنالك هنالك بر وتقوى. طيب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم هنا تقابل تقابل البر، والعدوان يقابل التقوى. فلو جينا نقول والله ما هو نقيض التقوى، نقول هو العدوان. فمن اعتدى لم يعد تقيا. هذا العدوان سبحان الله قد يأخذ أشكال عديدة: عدوان على حقوق الله بالشرك، عدوان على حقوق العباد في أخذ أموالهم وهتك أعراضهم وقتل نفوسهم. فمن اقتحم ساحة الحرمات بالعدوان فقد فارق التقوى. هذه معنى أدق في موضوع القرآن، وكيف نحن نستطيع أن نخرج معاني الألفاظ بشكل أدق وبشكل دقيق. فلو جينا ببساطة الآن وفق هذا المفهوم، إيش التقوى في كتاب الله؟ سنلاحظ بأن والله ترك المحرمات بعدم العدوان عليها، وإتيان الواجبات بعدم تركها. فهي إقامة الحقوق وعدم تجاوز الحدود، إقامة الحقوق بالواجبات وعدم تجاوز الحدود بترك المحرمات. أي عدوان على الحقوق بتركها أو على المحرمات بإتيانها وتجاوزها فقد فارق الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه باختصار لهذا المفهوم. ثم بعد ذلك ستلاحظ بأن هنالك مثلا سياقات كثيرة جدا ترد فيها معنى التقوى، لتكون التقوى في حقيقتها أركان هذه التقوى الأساسية هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى صباح مساء نقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب، قال لك الله سبحانه وتعالى والله هذا الصراط يا أخي معلوم ومعروف ومرسوم ومحدد المعالم. كيف هو يا رب؟ ارجع إلى آيات سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات المعروفة اللي نسميها الوصايا وصايا العشر. إيش قال في نهايتها؟ قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ختم الآية كلها بالتقوى. إذن الحد البسيط اللي الواحد أنا أقول الآن تعرف نفسك إنك والله أنت في الحد الأدنى متقي الله ولا ما متقي. شوف أنت والله ملتزم الصراط المستقيم ولا لا. إيش الصراط المستقيم؟ هقول لك والله الآيات العشر الوصايا هذه اللي 9 أن تأخذها مجتمعة وليست متفرقة. وينك منهم؟ أين أنت؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، عدم قتل الأبناء، عدم قتل النفوس، ترك الفواحش، القسطاس في الميزان، الوفاء بالعهود، الإقامة العدل. هذه المنظومة التي جاءت في 3 آيات تقريبا في سورة الأنعام هي التي قال الله عنها: وأن هذا صراطي مستقيما. يا رب أنا أقول والله صباح مساء اهدني الصراط المستقيم. وين هذا الصراط؟ هل هو كما يقوله مثلا بعض الوعاظ تلقى وهذا صراط الله كيف حدد هذا الصراط؟ ما هو؟ هل تركه الله لنا؟ هل نحن الذين لا؟ قال لك والله هذا صراطي مستقيم.
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هو كل خروج من هذه الوصايا إلى سبيل من هذه السبل، سبيل الإشراك، سبيل العقوق، سبيل قتل النفوس، سبيل الفواحش، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فتخرج أنت من التقوى بباب من هذه الأبواب لعلكم تتقون. فمن أقام هذه فقد أقام التقوى بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا. بعد الحديث شيخنا عن التعريف، خلينا نتكلم شيخنا عن حكم التقوى ومنزلتها. نعم. بارك الله فيك. طيب، موضوع الحكم والمنزلة، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر، هذا الأمر إما يكون أمرا واجبا إذا كان متحتما ولازما ولا سبيل لتركه فنقول هذا واجب، أو يكون والله وهذا الأصل في الأوامر، الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه كما يقول الأصوليون، يصرفه عن هذا الوجوب إلى إلى الاستحباب. والأصل في النهي التحريم، إلا أن يأتي صارف يصرف هذا التحريم أيضا لأن يكون مكروها. إذن هذه القاعدة هي قاعدة الأصل. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سبحان الله، هذه الآيات التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. لاحظ كيف أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمان القرآن ومبينه والمترجم الأول فعليا. لما سئلت عائشة ماذا كان خلق النبي، قالت كان خلقه قرآن. كان خلقه القرآن. فتأويل هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها في حياته كلها. أي خطبة يفتتحها، خطبة الزواج، خطبة الجمعة، خطبة الجلسة، يعني يفتتح بها، كان النبي يذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتقوى هو أمر وجوب. هو أمر أمر وجوب على الأقل في مستويات التقوى، كما سأتكلم عنه إن شاء الله في موضوع المراتب. يعني هنالك نوع من التقوى واجب اتباعها والعمل بها، وهنالك نوع من التقوى قد تكون مستحبة وقد تكون نافلة. إذن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى هو أمر في الأصل واجب. في الأصل واجب. هنا نلاحظ سبحان الله طريقة القرآن الكريم في تأكيد هذا الوجوب. قد يقول لك افعل بشكل واضح، اتقوا الله، وقد يقول لك لا تفعل الشيء الفلاني لأنه ناقض التقوى، فيكون أمر بها ونهى عن نهى عن ضدها. صحيح. ثم أحيانا قد يكون والله القرآن الكريم يجيبها لك في صيغة المدح لمن يقوم بهذه الصفات، إن المتقين في جنات ونهر مثلا، في مقعد صدق. قد يأتي القرآن الكريم في مقام الذم لمن ترك التقوى. صحيح. أيضا هذه صيغة من صيغ القرآن الكريم في أنه والله كيف يؤكد لك هذا المعنى العظيم. قد تكون هذه الطريقة أيضا طريقة دخول الجنة لمن سلك هذا الدرب، والتأكيد على عقوبات من ترك هذا الدرب، فيكون والله العقوبات المترتبة على كل هذه الصيغ سبحان الله وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لتؤكد لنا هذا المعنى، تؤكد لنا هذا المعنى. إذن التقوى واجبة، التقوى في حدها الأدنى واجبة. ثم هنالك درجات بعد ذلك ومقامات في هذه. طبعا ليس تقوى الأنبياء كتقوى غيرهم، يعني في مقامات في هذا الجانب، وهذه ممكن إن شاء الله يعني من خلال هذه الدروس التي نتناولها اتضحت كثير من المقامات. فهنالك مقامات فعلا كبيرة وكبيرة جدا، وهنالك مقامات للمبتدئين كما يقال. ولعل الحديث إن كان ضعيف لكن معناه صحيح: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني أحيانا تجد ما تراه أنت حسن وفاضل وكذا، عند بعض الناس تجاوزوه قد بدري جدا ويرونه شيء عادي جدا. أيوة، فهذه موجودة. فعلى كل موضوع حكم التقوى هو الوجوب، وأشار إليها القرآن في ذلك. ثم أيضا منزلة هذه التقوى إذا أردنا أن ننظر إليها، نظرنا في كتاب الله إلى حجم التأكيدات وحجم البيان وحجم التفصيل وحجم المدح لهذه التقوى كمنزلة وكمقام من المقامات تدلنا على على هذه المكان. مثلا الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذه التقوى فرضت على الجميع، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. وصانا بماذا؟ أن اتقوا الله، أن اتقوا الله.
فكأنه والله يقول لنا هذه التقوى هي رسالتي للأولين والآخرين، للكل. إذا مكانها عظيمة، يعني كأنما توازي هي ماشية مباشرة مع التوحيد. اعبدوا الله واتقون، اعبدوا الله واتقوه. ثم أيضا إذا وقفنا مع سيرة الأنبياء، مثلا في سورة الشعراء إذا وقفنا مع نوح عليه السلام، تلاحظ أن نوح عليه السلام يقول لقومه، وإذ قال نوح لقومه وإذ يقول أخوهم نوح ألا تتقون، هود عليه السلام ألا تتقون، صالح عليه السلام يقول لقومه ألا تتقون، قال أخوهم فلان إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. لاحظ هذه السورة سبحان الله من تتبعها، وهي طبعا من السور التي ذكرت فيها مجموعة من الرسل، ذكر فيها مجموعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذكر فيها إبراهيم وموسى لكن تلاحظ كلهم ينشدون ينشدون التقوى، ينشدون التقوى لقومهم ألا تتقون، أي ألا تتقون العدوان على محرمات الله، ألا تتقون نار الله سبحانه وتعالى، ألا تخافون من الله، ألا تخشون الله. فهذه كلها معاني على كل تبين لنا منزلة التقوى، منزلة التقوى. كذلك السلف رضوان الله عليهم حرصوا حقيقة على هذه المسألة وهذه المنزلة، وخاصة من خلال تعريفاتهم. فمثلا علي رضي الله عنه لما كان يسأل عن التقوى كان يقول هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكان أحد السلف أيضا لما سئل عن التقوى حتى يبين ماهيتها ويبين منزلتها كان يقول في تعريفها، يقول العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. هذا تعريف دقيق جدا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي أنت تفعل الفعل وأنت تدرك وتعلم أنه طاعة، وتعمل ذلك وأنت ترجو الثواب، وأن تترك معاصي الله، تترك الذنوب على نور من الله، أي أنت تعلم أن هذا ذنب، ترجو أيضا النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه لاحظ هذه المنزلة كانت مسألة حتى لا تكون، لابد أن تكون تقيا. ايش اللي خلى والله النبي صلى الله عليه وسلم يجيب اوامر ونواهي ثم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثم يختم بقوله بحسب امرئ من الشر، اي يكفي الشخص شرا ان يحقر الاخرين. فكأنما التقوى لا تتناسب مع هذه الاعمال، التقوى القلبيه لا تتناسب مع ذلك. اذا كيف نستدل على التقوى الباطنيه؟ هذا هو المهم، لانه بعض الناس يقول لك يا اخي التقوى ها هنا، التقوى ها هو يفعل أشياء. لا، هذا ليس، لم يكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أنت والله تشرب خمر وتزني وتنظر إلى المحرمات وكذا ثم تقول التقوى الحديث فيه دلالة على أنه والله التقوى الباطنية تظهر لنا في أعمالك. إن كنت صادقا علمنا أعطانا مؤشر أنك تتقي الله، إن كنت أمينا أعطانا مؤشر أنك تتقي الله، إن كنت تتحفظ عن أكل أموال الناس بالباطل عرفنا ذلك، إن كنت والله تتوجس من الظلم وعندك حساسية كبيرة جدا من ظلم العباد أدركنا ذلك، إن كان عندك حساسية كبيرة جدا من العدوان على الناس، عدوان على أعراضهم على أموالهم على كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون، وفي حديث من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. إذن هذه المعاني سبحان الله مهمة جدا في قضية أنه والله أعمال القلوب هذه تظهر في آثارنا، تظهر في الجوارح، تظهر في السلوك، تظهر في الحركات، تظهر في اللسان. ولذلك كما قيل اللي في القدر بتبين بين المعلقة، مش كده؟ يعني ايش والله موجود فول ولا عدس ولا طماطم ولا خضار تبين لما تغرفي. فأنت إذا كان والله في دواخلك تقوى تنتج تقوى، في دواخلك فجور ومعاصي وذنوب وعدوان وتكبر ستنتجها. فالذي ينتج عنه احتقار الناس هذا ليس تقيا. وين التقوى في الموضوع؟ وين التقوى؟ ليش؟ لأنك أنت معتدي. صحيح. مجرد أن احتقرت عباد الله فارقت التقوى لأنك اعتديت عليه، أو خدشت هذه المسألة في تقواك لأنها فعلا لا يمكن أن ينسجم هذا، وخصوصا ازدراء الناس واحتقارهم. فأنت عندما تحتقر الناس لألوانهم، أو تحتقرهم لطولهم، تحتقرهم لقصرهم، تحتقرهم لأشكالهم، أو تحتقرهم لقبائلهم، لأقاليمهم، لدولهم، فإن هذا مما يناقض. فإذا ستلاحظ بأن والله التقوى سلوك يحرر الإنسان من عبادة الذات ووثنية الذات
إلى العبادة لله سبحانه وتعالى وسيادة منظومة القيم التي جاءت في كتاب الله، قيم التواضع، قيم الحلم، قيم الرشاد، قيم الصدق، قيم الأمانة، قيم احترام الإنسان باعتباره مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى التي على كل وردت في كتاب الله، ولها علاقة كما ذكرنا تربط الباطن بالظاهر. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه الله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم من جديد، وحياكم الله في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بكم شيخنا حسن سلمان في هذا البرنامج، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم. شيخنا في بيت جميل قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، قاله أبو العتاهية يقول: إذا أنت لم تلبس لباسا من التقى تقلبت عريانا وإن كنت كاسيا.
بيت جميل ووصف جميل صراحة. صحيح اي والله. فندخل شيخنا في تفاصيل الحلقة مع سؤال مراتب التقوى. ما هي المراتب؟ حياك الله. طبعا هذا البيت يذكرني بيت آخر اللي هي الذي يقول فيه القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى بمراتبها ومقاماتها وكمالاتها وجمالاتها ومآلاتها. يعني مسألة التقوى حقيقة من المسائل الكبيرة جدا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتصفون بها. عموما مراتب التقوى أنا أميل إلى التقسيم الثلاثي. يعني هنالك عدة تقسيمات عند العلماء في موضوع التقوى، ولكن أميل إلى حديث جبريل رضي الله عنه، بجبريل عليه السلام الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالمراتب أنا أقسمها على كل إلى هذه الثلاث. فهنالك مرتبة تقوى الإسلام، وهنالك مرتبة تقوى الإيمان، وهنالك مرتبة تقوى الإحسان. هنا طبعا يعني تنسجم إلى حد كبير مع كل المراتب. مرتبة الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قسمت على كل مقامات الإسلام إلى هذه: مقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام الإحسان. الإسلام هو كذا، الإيمان هو كذا، الإحسان هو كذا، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب إيش تقوى الإسلام؟ ماذا نقصد نحن بتقوى الإسلام؟ بعض الناس سبحان الله يكتفي فقط بما يجنبه الخلود في جهنم. الحد الأدنى. الحد الأدنى اللي هو أصل التقوى. أصل التقوى لا يسمى الإنسان تقيا إن لم يأتي الأصل. ما هو الأصل؟ كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. فيخرج بها عن الكفر، ويخرج بها عن الشرك، ويخرج بها عن النفاق الاعتقادي، ويخرج بها عن الفسق كذلك الذي يكون بمسمى الكفر من سبب. هذه كلها الأصول التي تجعل الإنسان خالدا مخلدا في النار إذا خرج الإنسان من هذه الدائرة وشهد أن لا إله إلا الله ولزم كلمة التقوى. كما يقول المفسرون كلمة التقوى هنا المراد بها إيه؟ كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى. فهذا الحد الأدنى للتقوى، هذا هو الحد الأدنى للتقوى. ولذلك بعض الناس طبعا يعني يستغرب كيف إنه والله يا أخي التقوى الله عز وجل قصر عليها، قصر الجنة على أهل التقوى. قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. حددها من كان تقيا. إذن لا يدخل الجنة من كان خاليا من الإسلام، تقوى الإسلام، لكن قد يدخلها من دخل النار وخرج. صحيح، مش كده؟ من نقي. فمعنى ذلك هنالك من عنده تقوى الإسلام قد يدخل النار لكنه لا يخلد فيها. وضحت الصورة؟ هذا الحد الأدنى. الحد الأدنى هو أصل تقوى الإسلام، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، وأن يكون مستسلم لله بالجملة، ولكنه قد لا يحرص على اجتناب الكبائر ولا يقيم الواجبات، وقد تكون عنده بعض العدوان بعد كذا، لكن الأصل موجود. هذا ما نسميه تقوى شنو؟ تقوى الإسلام، وهو أن يجتنب الإنسان ما يخلده في النار، ويأتي ما يؤسس له دخول الجنة، لأن الجنة الكرت الأساسي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى وأن تكون مسلما. هنا تقيا الواردة في سورة مريم هي تقوى الإسلام، لأنه يمكن للإنسان أن يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل إيه؟ الجنة وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا المستوى الأول أو المرتبة الأولى للتقوى. المستوى الثاني لا يكتفي فقط بما لا يخلده، لا، يحرص على أن لا يدخل النار أصلا. أن لا أدخل النار معناها دخلت من انتقلت من دائرة الإسلام إلى دائرة إيه؟ دائرة الإيمان. هنا كل خطاب لأهل الإيمان التزم به، يا أيها الذين آمنوا، خصوصا لاحظ سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، يعني فيها طبعا مجموعة من المواصفات إن شاء الله سنأتي إليها. لكن هنا أنت انتقلت من دائرة الاكتفاء بالتوحيد، الاكتفاء بالخروج من الكفر، الاكتفاء بالخروج من الشرك والنفاق الاعتقادي، إلى أنك بدأت تلتزم الأوامر، الواجبات تؤديها، المحرمات والكبائر تجتنبها. هنا ستلاحظ دخلت في تقوى الإيمان،
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بر الوالدين، الكلام الذي ذكرناه في المقدمة عن الوصايا. دخلنا في التقوى المستوى الثاني، الوصايا العشرة، وصايا العهد. دخلنا في مستوى تقوى الإيمان. تقوى الإيمان هنا، تقوى الإيمان يمكن للإنسان أن يكتفي بإيه؟ يكتفي فقط كل واجب يؤديه وكل محرم يجتنبه، فصار مقتصد. صار إيه؟ مقتصد. صحيح. الأول فيه إيه؟ ظلم للنفس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية برضو تساعدنا على هذا التقسيم. قال فمنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق إيه؟ بالخيرات. نحن الآن ماشيين بنفس هذا التدرج، ماشيين بتدرج. ظالم لنفسه تقوى الإسلام، مقتصد تقوى الإيمان. المقتصد يكتفي بالواجبات ويجتنب المحرمات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. هو ملتزم على هذا، إنه والله الصغائر هذه ما دام هو ملتزم. بصيرة بنفسها، أو كل إنسان بصير بنفسه، إن الإنسان على نفسه بصير. فالإنسان الذي مثلا يرتكب الكبائر يعرف أنه والله فارق تقوى إيه؟ أو جانب في بعض الأمور جانب تقوى الإيمان. والإنسان الذي يقع في الشرك ويقع في الكفر وينكر وجود الله سبحانه وتعالى هذا فارق تقوى الإسلام. والذي يقع في المكروهات ويضيع الأوقات ولا يأتي المستحبات ويعني غارق في المباحات هذا أيضا نقول فارق تقوى الإحسان. هذا في الجملة، هذا في الجملة. لكن هنالك بعض الصفات التي إذا لم تكن متوفرة للإنسان لا يمكن أن نصفه بأنه متقي. مثلا الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن أول قضية في إنك أنت متقي أو لم هذه تقوى الإسلام تحديدا. الغيب هنا أول ما يدخل فيه الإيمان بالله. الله غيب وليس غائب، فالله غيب عنا. صحيح. ليس من عالم الشهادة. يؤمنون بالغيب. الملائكة غيب عنا وليس من عالم الشهادة. الجنة غيب عنا، والنار غيب عنا، والصراط والأهوال والقبر وعذابه، هذه كلها تعتبر بالنسبة لنا إيه؟ غيب أخبرنا بها القرآن الكريم، فنؤمن بها على الحقيقة، نؤمن أنها موجودة. فأول خطوة في مسألة التقوى أنهم يؤمنون إيه؟ بالغيب. أول وصف قال يؤمنون بالغيب. قال ويقيمون الصلاة. أن الإنسان هنا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الإشارة إلى الصلاة دائما فيها الإشارة إلى حقوق الله. كل حقوق الله تندرج في شنو؟ تحت الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب هذا الإيمان أصل الإيمان، ثم دخل في الجوانب العملية ويقيمون الصلاة. قال ومما رزقناهم ينفقون، الزكاة. إذا عندنا ثلاثة أصول الآن، ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول يؤمنون بالغيب، الأصل الثاني يقومون بحقوق الله تبارك وتعالى في الصلاة، الأصل الثالث ومما رزقناهم ينفقون. الزكاة. والزكاة يدخل فيها كل حقوق العباد، ومنها التزكية في العلم، يزكي الإنسان مما عنده. قال مما رزقناهم ولم يقم من أموالهم. ومما رزقناهم ماذا رزقت أنت؟ قوة أنفق منها، علم أنفق منه، أي حاجة، جاه أنفق منه، كلمة شفاعة أنفق منها. كل شيء آتاك الله إياه وتعده نعمة أنفق منه. ومما رزقناهم ينفقون. قال والذين، هذه طبعا جزء من الإيمان بالغيب لكن أفردها الله سبحانه وتعالى آية لوحدها، آية لوحدها أهميتها، لأن الإيمان بالله والإيمان بهذه الآيات التي بعدها هي التي يقوم عليها أصلا. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين بالآخرة هذه أيضا من الصفات الأساسية بالنسبة لأهل التقوى. أيضا من صفات المتقين أنهم يعفون ولا ينتقمون. قالوا أن تعفوا أقرب للتقوى. هين لين. فالإنسان الذي يكون قاسيا، يكون منتقما، يكون حقودا، لا يتسامع عن صغائر الأمور، يريد كل شيء يعني كما يقال يعني يأخذ حقه في هذه الدنيا، هذا يكون قد ابتعد بعض الشيء عن التقوى. فمن صفات المتقين أنهم يعفون ويصفحون. أيضا من صفات المتقين أنهم أوابون، رجاعون، توابون. الله عز وجل يقول إن الذين
الذي اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أنت قد أي إنسان منا في هذه الحياة يخطئ ويرتكب ذنب، ولكن مباشرة هو يتذكر ويرجع، يتذكر الله، يتذكر الآخرة، يتذكر النار. هذه صفة من صفات المتقين، فإذا هم مبصرون. أيضا من صفات المتقين كما ذكرنا ترك الكبائر وإتيان الواجبات، هذه إجمالا أيضا من صفات المتقين أنهم دائما ينحازون إلى الصدق والحقيقة. الله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هنا لاحظ، أول يكون متصفا بالصدق في أقواله، متصفا بالصدق في أفعاله، ومنحازا إلى الصدق في كل شيء، منحاز إلى الحقيقة في كل شيء، لأنه الذي جاء بالصدق وصدق به. فالإنسان إما أنه يكون حاملا للصدق، حامل للحقيقة، أو أنه والله يكون قادرا على التصديق بالحقيقة إذا رأى أنها أنها حقيقة وأنها صدق، لأن الصدق هو مطابقة الحال للواقع، مطابقة الأقوال للواقع، مطابقة كده. والكذب هو نقيض ذلك، عكس كل ذلك، عكس هذه المسألة. أيضا من الأشياء التي يكون بها الإنسان متصلا بالتقوى مسألة الشعائر وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله عز وجل قال بأن الله تعظيمك للشعائر. إذا رأيت الرجل يعظم الصلاة، وإذا رأيت الرجل يعظم الحج، وإذا رأيت الرجل يعظم عموما كل شعيرة من شعائر الله يعظمها. كل أمر من أوامر الله بالنسبة له أمر كبير. لماذا؟ لأن الذي أمر به كبير جل جلاله، فلا يستصغر شيء من أوامر الله. لا تنظر إلى صغر المعصية كما قيل، ولكن انظر إلى أمر من عصيت. هذه بتجعلك دائما تعظمه. أيضا من الأشياء التي تعتبر من صفات المتقين يتصفون بالقسط والعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن المتقين أهل عدل، أهل قسط، ليسوا أهل ظلم، ليسوا أهل الظلم. أيضا من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف أن هؤلاء الذين يسارعون ووصفهم بأنهم متقين، وصفهم بهذه الأوصاف. أيضا من صفاتهم ملازمة الذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المتقين قال: وبالأسحار هم يستغفرون فهم كثير الذكر. أيضا من أوصافهم أنهم أهل صبر. المتقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه جملة على كل من المواصفات. وحقيقة أنا أميل إلى أنه نحن نعطي المؤشرات والمفاتيح، وعلى الإنسان أن ينطلق في كتاب الله تدبرا وتأملا وتفكرا وتعقلا حتى يستطيع إن شاء الله أن تتولد عنده ملكة النظر في كتاب الله، وكيف يستطيع أن يخرج المعاني الجميلة التي مبثوثة في هذا الكتاب الجليل. بارك الله فيك شيخنا. بعد الحديث الطويل خلينا شيخنا نختم بالمواضيع السابقة والحديث السابق بثمرات التقوى. ما هي الثمرات بعد الحديث الطويل هذا؟ طيب، بالنسبة للثمرات، أول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وقال له: التقوى جماع الخير كله. يعني إذا لزمت التقوى فقد لزمت الخير، لأنك إن لزمت التقوى أيا كان أي مستوى منها، سواء كان لازمت تقوى الإسلام أو تقوى الإيمان أو تقوى الإحسان بمستوياتها الثلاث، نحن مأمورين بها جميعا، فقد حزت الخير كله، حزت كل الخير، واتصفت بالمواصفات كما ذكرنا مواصفات الجميع. هذا أول قضية. يعني على الإنسان أول ثمرة أنه إذا اتقى الله أدرك أنه حاز الخير، حاز الخير كله. أيضا من أهم ثمرات التقوى أنها سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء قال: فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. فسأكتبها للذين يتقون. إذن أنت إذا أردت رحمة الله والدخول فيها ألزم التقوى.
ألزم تقوى الله سبحانه. وهنا نلاحظ نشير إلى الحديث أيضا الذي قال فيه النبي الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله إن الله تبارك وتعالى يعني له 100 رحمة، له 100 رحمة، واحدة من هذه الرحمة التي يتعاطى بها الناس في الدنيا، واحدة منها هي نفسها تستمر معنا في الآخرة. حتى وذكر قضية أنه والله حتى البهائم في تعاطيها مع أبنائها وكذا بهذه الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى. إذن كل هذه الرحمة التي في هذا الوجود واحدة من 100 رحمة من رحمة الله سبحانه الله. قال فإذا جئنا إلى الآخرة أضاف الله إليها 99 رحمة، فرحمته هنا تبلغ لا حدود لها، أنها من أعظم صفاته جل جلاله، فهو الرحمن الرحيم. وانظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كل آيات الكتاب تفتتح بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، يعني أفكر أحيانا ماذا لو قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن المنتقم، أليس من أسمائه المنتقم؟ صحيح. بسم الله الرحمن الجبار، بسم الله الرحمن القادر، أسماء كثيرة ممكن كثيرة. لكن الله عز وجل الرحمن من صفات الربوبية، واسم الربوبية تحديدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الرحمن علم القرآن في آخرها إيش قال؟ أشار الله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فاسم الرحمن يحتمل أن يكون فيه صفات الجلال، ويحتمل أن يكون فيه صفات الإكرام. طيب صفات الجلال الملك الجبار المنتقم كذا، هذه كلها صفات جلال، مش كده؟ الودود الرحيم، هذه صفات ايه؟ الإكرام. صفات الإكرام. الكريم. فالرحمن تحتمل الاسمين، تحتمل القسمين، ممكن تكون شاملة كمان. ذو الجلال والإكرام هو شامل للقسمين، لكن رجحت كلمة الرحيم إلى أن هذا الكتاب غلبت فيه الرحمة على إيه؟ يا الله. وهكذا ستكون الأمور في الآخرة. ورحمتي تسبق غضبي، ورحمتي تسبق غضبي وعذابي. وسبحان الله، لو تأمل الإنسان في هذا الوصف العظيم الذي يناله بالتقوى لفتح الله تبارك وتعالى عليه بها أشياء كثيرة. أيضا من الأشياء المهمة جدا في موضوع التقوى أنها سبب لقبول الأعمال. الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من إيه؟ من المتقين. فكأنما مفهوم المخالفة لا أتقبل من غير أهل التقوى، أنا أتقبل الأعمال التي يكون صاحبها متقي. أيضا من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى دخول الجنة، ونحن كلنا نسعى الآن إلى إيه؟ ندخل جنة الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. حقيقة الآيات لا حصر لها في قضية وصف إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا. مسألة أهل التقوى يأتون يوم القيامة في شكل وفود لا يأتون فرادا، وتفتح لهم أيضا الجنان بشكل مختلف. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مقاماتهم في الجنان وأنهم متكئين على الأرائك متكئين. في هنالك جملة من الصفات كلها لإيه؟ ثمرة من ثمار إيه؟ التقوى. فلو تأمل الإنسان سبحان الله في هذه الآيات لأدرك أيضا هذه الصفة العظيمة التي نتكلم عنها، هذه الثمرة العظيمة التي أيضا فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى. يعني تقوى الله فيها مرضاة الله تبارك وتعالى، وفيها تكفير السيئات، وفيها كذلك البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكفرنا عنهم أيضا سيئاتهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر على كل جملة من الثمار. أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى فيها الفرقان، فيها الهدى، فيها النور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بقى بعد شكل الفرقان ده تخيلوا، هو فيه الهداية. آية البقرة الأولى هدى إيه؟ للمتقين، ففيها الهداية. اتقوا الله ويعلمكم الله. ما الذي سيعلمنا الله إياه؟ يعلمك أشياء كثيرة جدا، من ضمنها أن الله يهديك للخير ويعلمك ما تجهل. إن تتقوا الله ويعلمكم الله. أيضا في آية الطلاق، في سورة الطلاق حدد لنا جملة من الثمرات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى فيها المخارج من المآزق، من الإشكالات، من كل. التقوى فيها اليسر: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فلا يعسر حياتك ولا يعسر أمورك. ومن يتق الله
يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي التقوى رزق أيضا واسع وبركة واسعة. يعني حقيقة موضوع التقوى وثمارها لا أستطيع أن أحصرها في هذا الحلقة الضيقة، لأنه يمكن وأنا أحاول أن أقف في آيات القرآن الكريم لثمار التقوى تجاوزت عندي الكم وعشرين سببا وثمرة. فكل آية تجد فيها إن شاء الله هذا الباب، فهي من ضمنها مثلا أنك تنال بها محبة الله سبحانه وتعالى، تنال بها معيته. الله عز وجل إن مع المتقين، إن الله يحب المتقين، أليس كذلك؟ فهو يحب أهل التقوى، وهو مع أهل التقوى، وهو ينصر أهل التقوى، وهو يعين أهل التقوى، ويكفر سيئات أهل التقوى. هذه كلها ستجد. وكذلك أعظم ما يمكن أن نختم به إن شاء الله هذه الحلقة هو أن الإنسان الذي يتقي الله ينال ولاية الله. يا الله، يعني لما يقول لك أنت ولي لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيش الثمرة؟ لهم البشرى. فبشر أي والله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم تنالهم البشرى في الدنيا وتنالهم البشرى في الآخرة. وأول بشرى وهم ينتقلون إلى الآخرة الملائكة تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا فهم آمنون. أهل التقوى في أمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولا مشكلة هم في عرصات القيامة، ولا يعني آمنون من كل شيء. إذا موضوع الثمرات حقيقة الإنسان لو تفكر فيها سيكون وختامها كذلك والعاقبة إيه؟ للمتقين. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العاقبة الحسنة ومن أهل التقوى. بارك الله فيك شيخنا. صراحة شيخنا حديث لا يرجى قطعه صراحة، ولكن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. وجملة ختام: أمان الحياة التقوى، وبغير ذلك لن تقوى. دمتم سالمين. ha ha ha